صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وعلى الشيخ محي الدين صالح كامل على أن تكون الأسئلة مختصرة في نفس موضوع القناة، وسيكون الوقت المحدد قرابة 20 دقيقة نظرا لارتباط سموه أيضا ببرنامج على هواء مباشر. صالح صحيفة الحياة. سمو الأمير، طبعا قضية التوقيع مع قناة على اعتبار الناصر هو النادي الوحيد اللي عنده إرث تلفزيوني ممثل بقناة العالم السابقة، مدى إمكانية الاستفادة من تجربة قناة العالم السابقة في قضية الاستفادة من كوادرها أو على الأقل من بعض تجاربها الناجحة؟ والسؤال الثاني، طبعا مذيعي RT في فترة سابقة اعتذر لرئيس الهلال على خطأ تجاه إدارة نادي الهلال، هل نحن موعودون باعتذار الليلة تجاه قضية يحلمون أم لا؟ اولا بالنسبه للقناه السابقه لنادي النصر، طبعا احنا متفقين مع الاخ تركي السديري وشاكرين له كثير على كل الجهد اللي قام فيه في الفتره الاخيره، لكن هو وعدنا مع الامير وليد، جلس هو الامير وليد وعدنا انه كل الاشياء اللي عندهم بيتبرع فيها لنادي النصر. ثانيا بالنسبه لقضيه يحلمون، كان في رد مباشر يعني في الحلقه نفسها، وتكلمنا انا والاخ وحي وانا والاخ وليد عليها، وطبعا لابد اي قناه او يعني ممكن تغلط غلطه بسيطه، لكن ان شاء الله الامور تتحسن ان شاء الله في القادم. عموما يا صالح، ونقول لكل جمهور النصر ما انتم اقل من غيركم، نعتذر لكم اجد الاعتذار على الكليب وان شاء الله ما يتكرر.